صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناة نادية كويزين. اليوم جبت لكم العجينة اللي نديرو بها البوراك. بسم الله. عندنا كمية تاع الفرينة، يعني بلا مقادير نديروها. تاخذي كمية تاع فرينة، تعبري بالشي اللي هو المك، كاس ولا بول ولا هكذايا. نصفيوها، شوفوا هكذا. وعندنا مغرفة هذه تاع لا ليفور اللي هي الخميرة تاع الحلويات، هكذا هي. وعندنا فيها شويه سمن مع شويه زيت، وعندنا الماء باش نشمخوها، وعندنا شويه ملح. وشنو الملح؟ هكذايا، شوفوا نديروه في الماء باه يذوب لنا، باش كي نواسو العجينه ما يقطعهالناش. هكذايا، حليه مليح هكذا حتى يذوب. عجينه سهله بصح بزاف بنينه، ويجي بها البوراك هايل. هكذا. دوكا هنا نرميو، نديرو السمن. تقعدي تحلي فيه، ونديرو شويه زيت. ما نديروهاش بزاف مطمنه، وماشي فاني تجي غير فرينه. هكذايا. دوك نوري لكم القوام تاع التبساس تاعها كيفاه يجي. هكذا هي. تسمى المقادير تاعها غير شويه سمن وشويه زيت، ونلمو بالماء والملح. مقادير سهله بصح العجينه تجي بزاف مليحه. نزيد لها شويه، حتى تحسي شويه الفرينه تقريبا كامل تشمخت لك بالزيت والسمن. هكذايا، شوفي. هاوليك القوام تاعها، شوفوا كيفاه يجي. هاوليك، شوف هكذايا راهي مبسه. هكذا، ونبداو نلمو بالماء والملح اللي درناه. هكذايا حتى تنضم لنا العجينه، ماشي طريه وماشي يابسه بزاف. هكذايا. مازال خاصها شويه. هكذايا. هاو القوام تاع العجينه، قلت لكم طريريه بصح ما تلصقش في اليد، ماشي طريه حتى هكذايا باش تنجمي تحليها، وماشي يابسه بزاف. هكذايا. ونعجنوها شويه هكذا، تدي وتجيبي حتى تولي لك ليس. هكذا واحد 7 دقائق هكذا، 5 دقائق 7 دقائق، وتخلوها تريح حتى نخدموا بها.
تريح واحد الساعة هكذاك، قد ما تريح قد ما مليح هكذايا. تسمى تسبقي فيها ديريها تريح، ومن بعد ديري حاجة واحدة أخرى هكذايا. شوف دوكا نخليها تريح ونجوز لافاغس نديروها. انا العجينه خليتها تريح، دوك نجوزو لافاغس نديرو حبه بصل متوسطه. تسمى البصل على حسب الكميه تاعك تاع اللحم، الا كانت عندك كميه كبيره تاع اللحم ديري كميه كبيره تاع البصل هكذايا، مع شويه فلفل الكحل. وشنو تقطعيه رقيق هكذايا باش ما ياخذلكش وقت في الطياب ويقعد يتغزغز مع اللحم. نديرو الملح، الفلفل الكحل، نديرو شويه ملح هكذايا، نديرو شويه قرفه. هذه هي لافاغس تاع البوراك اللي نعتمدها انايا. ندير الزيت ونقلي البصل، نقليه شويه من بعد باش نعمل اللحم. ندير شويه يدان من الاحسن يكون شويه سمن هكذايا، نقص شويه او شويه زياده هكذايا. خليه ماشي حتى يكحلك باش لافاغس تاعك تقعد اللون تاعها يجي شباب. هذا هو القوام تاع البصل اللي نحوسوا عليه. شوفوا كيفاش قليته هكذايا ماشي حتى يكحل هكذا. ونديرو كميه تاعنا تاع اللحم هكذايا، نحلوه باش ما يتبركسش. ودايما قلت لكم اللحم المفروم نديروا له قطرامه نص فنجال هكذايا نحلوه. وعلاش؟ باش كي نطيبوه ما يتبركسناش، كيما نقولوا حنا ما يتكورش. بالطريقه هذه سييه بالطريقه هذه تشوفي شحال يجيك مليح. شوفي كيفاش يولي ديجا هكذايا. وديريه يطيب حتى ينشف من الماء تاعو. كما نعرفوا اللحم المفروم ما يحكمش بزاف الوقت، وشنو لازم يطيب شويه. هكا نكملو نص فنجال تاع الماء ونخليه فوق النار هكذايا. نديرو شويه معدنوس هاوليك. قلتلكم ما تخلوكش بزاف فوق النار بزاف، جوست يشرب برك هذاك الماء. شوفوا هكذايا نطفولو باش ما يكحلناش. ودوك كي بردت لافاغس نحلو العجينه تاعنا هكذايا. فرشي دائما هكذايا الفارينه باش ما تلصقناش. حليها رقيقه هكذايا. وهذا هو البورك اللي كانوا يعتمدوه بكري، يديروا تاع الديور ماشي ما يديروش، بصح هذا يديروه بزاف، هذا اللي يديروه اكثر. ولا جينا تقدري ديري عجينه وتقسميها على تاع يومين 3 ايام، ديري واش ديري والاخر تخبيه في الفريجيدير، يعني تخرج لك جديده شغل درتيها اليوم هكذا. تحلي هكذايا. انا هذا درتو في المول الكبير.
والمعدنوس دائما هكذا ديري كي تجي حتعمري ديريه من الفوق هكذا باش يقعد حاكم النكهه تاعو مليح، يعني بنته ما تروحش هكذايا. ضغطي هكذايا مليح باش تحكم لك باش ما تنحلكش. هاديك شوفي الحبه كيفاش تجي، وزيدي تضغطي هنايا مليح هكذا باش تتاكدي ما تنحلكش. شوفي تحبي ديريها في الكوشه ولا تحبي تقليها انتي واش تحبي. الوصفه هذه توالم الزوج، تقلي ولا ديري في الكوشه هكذايا باش ما تلصقلكش. هكذايا ديروا الزيت تسخن، وكي تسخن لكم مليح نقصوا لها باش نرميوه هكذايا. انا نوقف الزيت هكذايا هكذا يرمي حتى تكملي كامل الكميه تاعك. كي يطيب من تحت نقلبوه من الفوق، نعاودو نقلبوه هكذايا. شوفي هكذايا باش راهو يتنبل. هكذا وغادي ترميه في الزيت بعد ما ترميه باش يتنبل لك من الفوق، وكي يحمر من تحت قلبيه هكذايا. حتى تكملي الكميه قاع اللي عندك. هاو بورك تاعنا تاع العجين وجد، شوفوا كيفاش جا. نتمنى ان شاء الله تعتمدوها هذا العجينه في